حبايب قلبي، سنة تانية اعدادي في كل محافظات الجمهورية، برحب بكم من هنا يا صديقي في قناتكم يلا نفهم مع مستر ايمن. ودلوقتي يا صديقي هنقوم نشرح الدرس الاول في الوحدة التانية عندنا في المنهج، وهو بعنوان نماذج للحضارات القديمة بالشرق الادنى. ايه ده؟ ايه العنوان الغريب ده؟ لو انت فعلا مستغرب العنوان اذا انت مركز قوي قوي قوي. مش انت قلت لنا يا مستر ايمن في اول فيديو ان احنا هنتكلم على كل المنهج على قارتي اسيا واوروبا؟ ايه اللي جاب لفظ الشرق الادنى؟ ولا احنا هندرس حاجه جديده؟ اقول لك لا يا صديقي، تعال نفهم الدنيا علشان العنوان ده هيفهمنا كل الوحده الثانيه تتكلم عن مين. الوحده الثانيه كلها بتتكلم عن الحضارات، وهنتكلم على 6 حضارات قامت في قاره اسيا. زي الفل. طب يعني ايه كلمه شرق الادنى؟ قال لي عشان قاره اسيا دي زي ما انت عارف في الدرس الاول ان هي اكبر قاره من حيث المساحه. تقول لي ايوه. وعشان كده يا صديقي قسمنا قاره اسيا الى شرق اقصى وشرق ادنى. مش فاهم؟ شرق اقصى يعني بعيد، وشرق ادنى يعني قريب. قال لي احنا عندنا 6 حضارات قامت في قاره اسيا. 2 الحضاره الصينيه والحضاره الهنديه في الشرق الاقصى البعيد خالص خالص. طب تعال نشوفها على الخريطه افضل. دي الخريطه بتاعتنا. بيقول لي يا صديقي ان احنا عندنا 6 حضارات، وهي قال لي عندنا حضاره اسمها حضاره الصين، وعندنا حضاره اسمها حضاره الهند، وحضاره اسمها حضاره اليمن، وحضاره الاسلاميه، وحضاره فينيقيا، وحضاره بلاد العراق القديم. ودي كلها حضارات، 6 حضارات. وعشان قاره اسيا كبيره قوي قوي هنقسمها الى الشرق الاقصى اللي هي حضارتين، حضاره بلاد الصين وعندنا حضاره مين؟ الهند. طب وعندنا الشرق الادنى يعني القريب اللي لازق فينا احنا كمصر. قال لي عندنا 4، حضاره اليمن اللي قامت في بلاد اليمن، وحضاره الاسلاميه اللي قامت على يد الرسول في شبه الجزيره العربيه، وعندنا حضاره فينيقيا في سوريا ولبنان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وعندنا حضاره بلاد العراق القديم واللي قامت في بلاد العراق عند نهرين دجله والفرات. يبقى انا كده فهمت يا صديقي العنوان بالتفصيل ان احنا هنتكلم على الحضارات القديمه التي قامت في شرق مين؟ الادنى. وعندنا حضارات قامت في شرق مين؟ في الشرق الاقصى. طب هل يا صديقي كلهم هناخدهم النهارده ال4 حضارات في درس واحد؟ قال لي لا. الحضارات اللي في الشرق الادنى دي هنقسمها على 3 دروس لان هم طوال جدا. يبقى 4 حضارات على 3 دروس، وعندنا هناخد كمان الحضاره الصين وحضاره الهند في درس، يبقى عندنا 4 دروس في الوحده الثانيه يا صديقي. فيلا بكل بساطه ندخل على اول جزئيه عندنا وبيكلمنا على عوامل قيام الحضارات. هو ليه قاره اسيا دي قامت فيها 4 حضارات يا مستر ايمن؟ عوامل قيام الحضارات. ليه عندي حضارات او 6 حضارات قامت في بلاد العراق القديم؟ قال لي اول عامل عندنا هنا وجود التربه الخصبه والمياه العذبه. عندي تربه خصبه وعندي مياه عذبه، وده بالظبط زي الحضاره المصريه القديمه. يبقى عندي المياه العذبه وكمان التربه الخصبه. وساعدت التربه الخصبه والمياه العذبه على الزراعه والزهره، وده سؤال سهل وبسيط. يبقى النتيجه المترتبه، سيبك من كل الكلام المكتوب ده، لما اقول لي النتيجه المترتبه على وجود مياه عذبه وتربه خصبه بيساعد على قيام الزراعه وازدهارها، الزراعه تبقى موجوده وتزدهر. يبقى اول عامل عندنا التربه الخصبه والمياه العذبه. رقم 2 قال لي التضاريس المتنوعه. خلاص حفظنا يعني كلمه تضاريس، يعني عندي جبال وعندي هضاب وعندي سهول فيضيه وساحليه وعندي جزر. طب ده اهميته ايه لما اقول بنفسر اهميه التضاريس المتنوعه في الحضارات القديمه اللي قامت في بلاد العراق او قامت في اسيا في العموم؟ اقول لك لها فايدتين. النهارده لو انا مثلا دوله وحواليا كله جبال وهضاب، هل ابقى خايفه من حد يهجم عليا؟ تقول لي لا خلاص ده انا متامنه جدا جدا، زي فكره المدينه لها سور ضخم جدا. يبقى اول نقطه عملتها التضاريس المتنوعه ان هي حمت هذه الحضارات من الغزو الخارجي، الهجوم الخارجي، ما حدش هيهاجم عليا. يبقى ادت دورا مهما جدا في حمايه هذه الحضارات من الغزو الخارجي. طب وكمان يا مستر قال لي توفير الموارد الطبيعيه اللازمه. مش احنا برضو خدنا في الجزء بتاع الجبال ان الجبال دي لها اهميه بتوفير الموارد، بتوفر لي معادن ومصادر الطاقه كتير قوي قوي، حديد وذهب وفضه والى اخره. يبقى بتوفر لي مين؟ الموارد الطبيعيه، باخد منها موارد طبيعيه. يبقى التضاريس المتنوعه عملت حاجتين، حمتني من الغزو الخارجي ووفرت الموارد الطبيعيه.
طب رقم 3 يا مستر عندي مين؟ قال لي عندي المناخ المعتدل، يعني الجو الجميل، المناخ الكويس، ده بيساعدنا على مين؟ على الاستقرار. مفيش حد في الدنيا هيقدر يقعد في مكان درجه حراره مرتفعه نار، لا مش هقعد في المكان ده، انا مش هعرف اقعد، مش هقدر اقعد، بشرتي مش هتستحمل، جسمي مش هيستحمل، هموت. ولكن المناخ المعتدل بيساعد على مين؟ الاستقرار، والاستقرار بيعمل حضاره، زي ما المصري القديم استقر وعمل حضاره المصريه القديمه العظيمه. يبقى عندي المناخ المعتدل ساعد على مين؟ استقرار السكان واستغلالهم للموارد. يبقى نقول كمان يا صديقي بسرعه جدا عوامل قيام الحضارات في قاره اسيا. عندي 3 حاجات، عندي مناخ معتدل، وعندي تنوع التضاريس، وكمان عندي التربه الخصبه والمياه مين؟ العذبه. يلا بسرعه يا صديقي ندخل على اول حضاره عندنا، وهي حضارات بلاد العراق القديم. ايه ده؟ برضه ستوب للمره الثانيه، العنوان غريب. انت بتكلمني مين يا مستر؟ بتكلمني على حضارات بلاد العراق القديم، اذا مش حضاره واحده. اقول لك لا للاسف، احنا عندنا 4 حضارات هنتكلم عنهم في الجزئيه دي، في حضارات بلاد العراق القديم. اول جزئيه يا صديقي بيقول لي ان حضارات بلاد العراق القديم ان هي من اقدم الحضارات التي قامت في اسيا. احنا عندنا حضاره الصين القديمه، وعندنا حضاره بلاد الهند القديمه، وعندنا حضاره بلاد اليمن وفينيقيا والحضاره الاسلاميه. الحضاره بتاعت بلاد العراق القديم دي او الحضارات ال4 دي من اقدم الحضارات التي قامت في مين؟ التي قامت او ظهرت في قاره اسيا. قال لي كمان الحضارات دي لها اسم كمان، ينفع نسميها حضارات بلاد العراق القديم او بنسميها حضاره بلاد الرافدين. هنا يقول لي متفسر، اسال نفسي ليه سمينا حضارات بلاد العراق القديم بحضارات بلاد الرافدين يا مستر؟ اقول له لانها نشأت في السهول الفيضيه بين نهري دجله والفرات. عندي نهر اسمه دجله ونهر اسمه الفرات، هي نشأت في النص، هي قامت في الحته اللي في النص، فينفع نسميها حضارات ما بين النهرين او حضارات ما بين الرافدين، جنب ان احنا بنسميها حضارات بلاد العراق القديم. تعال نبص على الخريطه كده يا صديقي علشان اشرحها لك بالتفصيل. دي الخريطه عندنا. قال لي والله احنا عندنا كم نهر؟ عندي 2. النهر ده اسمه نهر مين؟ برافو عليك، اللي خدناه في 6 ابتدائي، نهر دجله اهو. والنهر ده اسمه نهر الفرات، الجزء ده. فبيقول لي كل الحضارات التي قامت في بلاد العراق القديم ينفع نسميها حضارات ما الرافدين او ما بين النهرين. ليه نسميها بلاد الرافدين؟ لانها قامت ما بين النهرين، ما بين الرافدين اللي هو نهر دجله ونهر مين؟ الفرات. يبقى بكل بساطه نقول له لانها نشأت في السهول الفيضيه. نشأت فين؟ في السهول الفيضيه الواقعه بين نهري دجله ومين؟ والفرات يا صديقي. وعندي هنا مصطلح مهم جدا اللي هو ما المقصود ببلاد الرافدين. ده مصطلح اطلق على بلاد العراق القديم الواقعه في السهول الفيضيه بين نهري دجله والفرات. حته الارض الواقعه ما بين نهري دجله والفرات بنسميها بلاد الرافدين. طب هل نهر دجله والفرات يا مستر ايمن استفادوا منه بس في الزراعه؟ اقول لك لا. لما اقول لي اهميه نهر دجله والفرات، قال لي استفادوا منه في الزراعه وكمان في التجاره، زي المصريين القدماء لما استخدموا نهر النيل في التجاره ما بين شمالها وجنوبها. طب وكمان ونقل البضائع ما بين المدن العراقيه المختلفه والمدن المجاوره وخاصه في شمال سوريا، وتحفظ شمال سوريا عشان بيجينا بشكل اكمل. يبقى بقول لي استفاد سكان بلاد الرافدين من نهري دجله والفرات. اديني دليل استفادوا منهم في ايه؟ قال لي استفادوا منهما في الزراعه زي ما قلت لك، وكمان التجاره، وكمان نقل البضائع بين مدن بلاد الرافدين والمناطق المجاوره وخاصه في شمال مين؟ في شمال سوريا. وتجيني بشكل اكمل يا مستر ايمن. اللي بعده هنتكلم على اهم ملامح الحضارات القديمه في بلاد العراق القديم. يعني ايه يا مستر الملامح ويعني ايه الحضارات؟ قال لي قلت لك هنتكلم على كام حضاره؟ 4 حضارات. حضاره اسمها الحضاره السومريه، الحضاره الاكاديه، الحضاره البابليه الاولى، الحضاره الاشوريه. عارف ان الاسماء تقيله لكن تكرار 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 هنحفظهم. نمسك اول حضاره عندنا مين؟ الحضاره السومريه. يبقى عندي سومريه، عندي اكاديه جايه من كلمه اكاد، دي جايه من كلمه سومر. الحضاره البابليه جايه من كلمه بابل، بابليه. الاشوريه جايه من كلمه اشور. يلا يا صديقي نمسك اول حضاره عندنا، الحضاره مين؟ الحضاره السومريه. ونعرف من هم السومريون. مين السومريين دول يا صديقي؟ قال لي يعد السومريين دول من اوائل الشعوب التي سكنت في بلاد العراق القديم. يبقى دول من اوائل الناس اللي استقرت في مين؟ في بلاد العراق القديم. طب قعدوا فين بالتحديد؟ قال لي استقروا في منطقه معينه في
في اخر حته من تحت، استقروا في جنوب بلاد العراق القديم، وبالتحديد على ضفاف نهر الفرات، لان نهر الفرات في الجنوب. يبقى نشأتها يعد السومريون من اوائل الشعوب التي سكنت في جنوب بلاد العراق القديم، على ضفاف نهر مين؟ على ضفاف نهر الفرات. كده احنا عرفنا المكان. قال لي السومريين دول اسسوا مدن، عده مدن، بس ما عملوش دوله موحده، ما وحدوش الدوله، كانوا عباره عن مدن مستقله. ونظام الحكم اللي كان ماشي في الدوله السومريه او الحضاره السومريه نظام اسمه نظام دوله المدينه. يعني ايه صديقي؟ يعني كل مدينه شايفه نفسها دوله. طب ايه الدليل؟ قال لي كل مدينه كان لها حاكم خاص بيها بيحكمها، وكان لها قوانين خاصه بيها، وكان لها معبود خاص بيها. يبقى كان عندنا نظام اسمه نظام دوله مين؟ دوله المدينه. يبقى بكل بساطه اسس السومريون عده مدن، وكانت كل مدينه بمثابه دويله مستقله. كلمه دويله يعني كانها دوله صغيره، دويله تصغير لدوله. لكل من عده لنا كانت عباره عن مدن مستقله، وكانت عباره عن مدن مستقله او دويلات. قال لي كان لكل منها زي ما قلت لك، عد معايا، كان ليها حاكم خاص بيها ومعبود خاص بيها وقوانينها الخاصه. ده اسمه نظام دوله مين؟ المدينه. طب العاصمه بتاعتها اسمها مين؟ اسمها مدينه اور. مدينه اور. وكان عندهم حاكم مشهور قوي اسمه اور نمو، بس مش مقرر علينا. ده بكل بقى مين؟ بكل بساطه الحضاره السومريه. يبقى عرفنا العاصمه بتاعتها، وان هم كانوا عباره عن مدن، وكل مدينه كان لها حاكم وقوانين، وكمان عندها معبود. ونشأت او استقر السومريون في جنوب بلاد العراق القديم على ضفاف نهر الفرات، ودول كانوا من اوائل الشعوب التي استقرت في بلاد مين؟ في بلاد العراق القديم. الحضاره الثانيه اسمها الحضاره مين؟ الاكاديه. وجايه من كلمه مين؟ جايه من كلمه اكاد، لان العاصمه كان اسمها اكاد. يبقى اول معلومه حفظت اسمها الحضاره الاكاديه، وعرفت ان العاصمه بتاعتها مين؟ مدينه اكاد. حلو قوي. عايزين نعرف مين هم الاكاديون. زي ما عرفنا السومريون دول اوائل الشعوب التي استقرت في بلاد العراق القديم في الجنوب. قال لي الناس دي جم من شبه الجزيره العربيه، شويه سكان تحركوا من شبه الجزيره العربيه اللي هم عند السعوديه وحواليها، تحركوا طلعوا لفوق وراحوا عند بلاد العراق. هم شعوب جاءت من شبه الجزيره العربيه واستقروا في وسط بلاد العراق القديم. يبقى هاجروا الاكاديون من شبه الجزيره العربيه وجم فين؟ واستقروا في وسط بلاد العراق القديم. طب مين اشهر ملوكها؟ قال لي واحد اسمه الملك سرجون الاول. اهو سرجون الاول. هو الراجل ده ليه كان مشهور قوي؟ ليه اشهر ملك؟ ما انتوا عندنا ملوك كتير قوي، ليه اخترنا بالتحديد الراجل ده؟ عشان ممكن يقول لي ما تفسر. اقول لك بكل بساطه، لان في عهد الراجل ده تمكن الاكاديون من السيطره على كل المدن السومريه المتنازعه. مش انت قلت لي يا مستر المدن السومريه دي كانت عباره عن مدن مستقله مش متحدين؟ وده عيب. جم الاكاديين اتحدوا مع بعضهم وعملوا دوله، وهجموا على كل المدن السومريه واستولوا عليها ووحدوها، وتم قيام أول مملكة موحدة في بلاد العراق القديم على يد الأكاديون. يبقى نقول كمان، يبقى أشهر ملوكها الملك سرجون الأول. في عهده تمكن الأكاديون من السيطرة على مين؟ قال السيطرة على كل المدن السومرية المتنازعة فيما بينها، ونجحوا في مين؟ ووحدوها كلها. وبذلك تأسست أول مملكة موحدة في بلاد العراق القديم. يبقى مين أول ناس عملوا مملكة موحدة في بلاد العراق القديم؟ هو مين؟ هم الأكاديون. والعاصمة يا مستر أكاد. اللي بعده يا مستر سهلة وبسيطة. اللي بعده عندنا مين؟ الحضارة البابلية الأولى. احنا عندنا حضارة بابلية تانية بإذن الله هندرسها في أولى ثانوي. الحضارة البابلية الأولى، البابليون دول استقروا برضو في وسط بلاد العراق القديم زي الأكاديون، والعاصمه بتاعتهم اسمها مين؟ اسمها بابل. واشهر الملوك واحد اسمه حمورابي، وهناخد فيما بعد ان حمورابي ده عمل مجموعه من القوانين سميناها تشريعات حمورابي. وبس كده. يبقى بابليه يبقى العاصمه بابل، زي الاكاديه اكاد. اشهر ملوكها حمورابي، الاكاديه سرجون الاول. نشاتها قال استقر البابليون في وسط زي الاكاديون في وسط بلاد العراق القديم. اللي بعده عندنا الحضاره مين؟ الاشوريه. اكاديه اكاد، سومريه خدنا اور، الاشوريه العاصمه اشور. يبقى الاشوريه اشور. حلو قوي. العاصمه اشور. قال لي الناس دي استقروا فين؟ احنا عرفنا الناس استقرت في الجنوب، وعندنا اثنين استقروا في الوسط الاكاديه والبابليه الاولى. الاشوريين دول استقروا فين؟ قال لك هنبدا من الجنوب ونطلع لفوق، يعني سومر في الجنوب بعد كده في النص. قال لي الناس استقروا في شمال بلاد العراق القديم. يبقى استقر الاشوريون في شمال بلاد العراق القديم. قال لي الاشوريين دول كانوا اقوياء جدا جدا في الحرب. مش معلومه دي مش موجوده بس هقولها لك. اقوياء جدا جدا، وكان عندهم ملك مشهور جدا جدا اسمه سرجون الثاني. الراجل ده كان مشهور جدا بانجازاته الحربيه والعسكريه. قال لي سيطروا على العديد من الشعوب اللي حواليهم، ولكن كان عندهم عيب. العيب قال لي ان هم استخدموا سياسه الشده والعنف مع الشعوب التي حكموها او احتلوها.
طب الناس اللي حكموها دي انت بتعاملني معامله مش كويسه، اعمل ايه؟ قال لي قاموا بالعديد من الثورات ضد الاشوريين مما اضعف الدوله الاشوريه وانتهت. يبقى بيقول لي اتبع الاشوريين سياسه العنف ضد الشعوب التي احتلوها. فالناس اللي احتلوها الشعوب دي هتعمل ايه؟ قال لي قاموا بالعديد من الثورات ادى ذلك لحدوث ثورات متكرره ضدهم ضد الاشوريين اضعفت مين؟ اضعفت دولتهم وانتهت الحضاره مين؟ الحضاره الاشوريه. يلا نتكلم يا صديقي على النقطه اللي بعدها. ملامح حضارات بلاد العراق القديم. يعني ايه الملامح؟ بص يا صديقي، احنا عايزين نعرف بقى مين الدنيا هناك كانت ماشيه ازاي. يعني هيكلمنا عن 6 حاجات. شوف كلمه ملامح يبقى 6 حاجات. ايه 6 حاجات؟ تعال اشرحهم لك واحده واحده. هيكلمني اول نقطه عن الحياه السياسيه. يعني ايه الحياه السياسيه؟ انا عايز اعرف نظام الحكم. هل كان عندهم ملك ولا كان عندهم سلطان ولا كان عندهم رئيس ولا كان عندهم ايه بالظبط؟ فده اسمه الحياه السياسيه. طب عايز اعرف الدين بتاعهم كانوا بيعبدوا ايه؟ فدي نسميها الحياه الدينيه. طب عايز اعرف هم كلهم كانوا فقراء ولا كلهم كانوا اغنياء ولا ان نظام الطبقات كان فيه فقير وغني، كانوا عاملين ازاي؟ يبقى دي الحياه الاجتماعيه. طب عايز اعرف كانوا بيشتغلوا في ايه؟ الشغلات بتاعتهم، هل عندهم سياحه ولا عندهم زراعه ولا صناعه ولا تجاره ولا رعي ولا صيد ولا ايه بالظبط؟ دي اسمها الحياه مين؟ الحياه الاقتصاديه، الشغلات بتاعتهم. طب عايز اعرف الحياه الفكريه والعلميه، هل كانوا بيفكروا؟ هل كان عندهم كتابه؟ كان عندهم علوم مختلفه؟ كانوا شاطرين مثلا في الطب، في الهندسه، في الجغرافيا، في التاريخ؟ دي اسمها الحياه الفكريه والعلميه. واخر نقطه عندنا بين العماره والفنون، هم كانوا شاطرين في المباني، يعني عملوا اهرامات زينا، عملوا تماثيل زينا، عملوا معابد زينا. دي اسمها الحياه مين؟ الحياه اللي في العمران والفنون او العماره والفنون. نمسك يا صديقي اول جزئيه عندنا مين؟ الحياه السياسيه. افكرك بحاجه لسه قايلها لك من شويه عن الحضاره السومريه. قلت لك الحضاره السومريه دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن مدن مستقله، مش عاملين دوله موحده، مفيش حكومه مركزيه. زي النهارده انا عندي مدينه الجيزه لها حاكم ولها معبود ولها قانون، ومدينه القاهره نفس الوضع، ومدينه الجيزه كده، ومدينه الاسكندريه كده، ومدينه اسوان كده. كل مدينه لها حاكم اسمها مين؟ اسمها مدينه. طب هل يبقى هم عرفوا الدوله الموحده؟ تقول لا، ما عرفوش دوله مين؟ دوله موحده. والدليل على ذلك ان هجموا الاكاديون وسيطروا عليهم بكل بساطه وهزموهم وانتهت الحضاره السومريه. فالنظام ده بنسميه نظام ايه؟ قال لي نظام دوله المدينه. هي الدوله، المدينه عامله نفسها دوله اسمها دوله المدينه، وكانها مدينه عامله نفسها دوله. طب نظام الحكم كان عندهم، هل كان بيحكمهم مين؟ قال لي كان بيحكمهم ملك، ونظام الحكم كان نظام ملكي وراثي، يعني الملك يموت يجي ابنه. يبقى كان نظام الحكم في حضارات بلاد العراق القديم ملكيا وراثيا، يموت الملك يجي ابنه، يموت الملك يجي ابنه، ملكي وراثي. قلت لك عرفت بلاد العراق القديم نظام دولة المدينة. اديني دليل ان هي عرفت نظام دولة المدينة. يعني الدولة دي عبارة عن مدينة مستقلة، مش متحدين، مفيش حكومة متحدة، مفيش حكومة مركزية. ايه الدليل؟ قال لي كانت كل مدينة مستقلة، كل مدينة مستقلة لها حاكم، لها معبود، لها قوانين. طب وكمان قال لي كان لكل مدينة حاكم يجمع ما بين السلطتين الدينية والسياسية. يبقى كانت عباره عن مدن مستقله، وكل مدينه كان لها حاكم يجمع ما بين السلطتين السياسيه والدينيه. السياسيه انا الحاكم بتاعكم، والدينيه انا ليا اوامر دينيه. زي فكره المصريين القدماء ما كانوا بينظروا الى الفرعون كانه ابن الاله على الارض، هي نفس الفكره بالظبط. كان لكل مدينه حاكم يجمع بين السلطتين السياسيه والدينيه. لكن امتى يا صديقي جت الدولة دي واتحدت؟ تقول لي يا مستر مش انت قلت لي ان الاكاديون دول هم الشعوب او الشعب الذي استطاع ان يوحد بلاد العراق القديم ويكون اول مملكه واحده؟ اقول لك برافو عليك، يبقى انت كده مركز قوي قوي. يبقى في السومريون كانت عباره عن مدن مستقله، ولكن اصبح للعراق حكومه مركزيه، يعني دوله واحده بس تم توحيدها على يد الاكاديون. يبقى اصبح للعراق القديم حكومه مركزيه بعد توحيدها على يد مين؟ على يد الاكاديون. ايه اللي بعده يا مستر؟ ناخد الحياه مين؟ الحياه الدينيه. والله عايزين نعرف انتوا كنتوا بتعبدوا ايه؟ الحياه الدينيه. قال لي سكان العراق القديم او الحضارات بتاعت العراق القديم امنوا بحاجتين. قال لي امنوا بتعدد المعبودات. تعدد مين؟ المعبودات. ايه الدليل على ذلك؟ حيث انهم عبدوا قوى الطبيعه. يعني مش حاجه واحده بس، قوى الطبيعه. يعني مثلا نعبد مثلا الشمس ونعبد القمر، نعبد المطر، دي كلها قوى من الطبيعه. يبقى ان هو امين اهم ميزه عندهم انهم امنوا بتعدد الالهه او تعدد المعبودات.
وعبدوا قوى الطبيعه. واشهر معبود كان عندهم كان اسمه الالهه عشتار او الرب عشتار. عشتار. يبقى اول نقطه، امن سكان بلاد العالم القديم برقم 1 بتعدد المعبودات. اديني دليل. حيث عبدوا او قدسوا قوى الطبيعه، كانوا بيقدسوها بيعبدوها. واشهر معبوداتهم عشتار اللي هي الرسمه دي اسمها عشتار. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي اعتقدوا في فكره البعث والخلود، ان احنا بعد ما هنموت هنعيش تاني. طب برضو اديني دليل. قال لك قاموا بوضع الطعام والشراب في قبور موتاهم. انا وانا بدفن الشخص ده بحط معاه الاكل والشرب. يبقى اعتقد سكان بلاد العراق القديم في البعث والخلود حيث وضعوا الطعام والشراب في قبور مين؟ في قبور موتاهم. دي بالنسبه للحياه مين؟ الحياه الدينيه. عيدها مره واثنين وثلاثه تلاقيها بسيطه. يبقى امنوا بحاجتين، بفكره البعث والخلود، وعبدوا قوى الطبيعه، واهم اله عندهم عشتار او الرب عشتار. واعتقدوا سكان بلاد العراق القديم في حاجه ثانيه، البعث والخلود، ودل على ذلك ان هم وضعوا الطعام والشراب في قبور موتاهم. الحياه اللي بعدها عندنا الحياه مين؟ الحياه الاجتماعيه. المجتمع كان عامل ازاي؟ قال لي بص يا صديقي، اي بلد في الدنيا، اي حضاره في الدنيا، حتى بدايه الخليقه لما ربنا خلق مين الاول؟ ادم وحواء. وعملوا مين؟ عملوا اسره. فبدايه اي مجتمع النواه بتاعته يعني الاساس بتاعه الاسره. هو بالظبط نفس المجتمع مين؟ العراق القديم. قال لي كانت الاسره هي نواه النظام الاجتماعي في بلاد العراق القديم. يبقى بلاد العراق القديم دي النواه هي الاسره. طب حلو قوي، عندنا اسره صغيره. طب المجتمع كان كله متساوي في الفلوس؟ كلهم اغنياء؟ كلهم فقراء؟ قال لي لا. قال لي كان المجتمع في بلاد العراق القديم منقسم الى طبقات زي المجتمع المصري، في طبقه عاليه، في طبقه متوسطه، في طبقه دنيا. قال لي منقسم لطبقات، والراجل مريحني قوي، مش عايز اعرف بقى مين الطبقات، ولكن عايز اعرف بس الطبقه الاولى. قال لي كانت الطبقه الاولى بنسميها الطبقه العليا اللي فوق، كانت تتكون من الملك، اكيد الملك، والكهنه ورجال الحكم، ومفيش ابسط من كده. يبقى يقول لي كانت الاسره هي نواه يعني اساس النظام الاجتماعي، ده حاجه مفروغ منها، هي الاساس هي الاسره في بلاد العراق القديم. قال لي انقسم المجتمع الى عده طبقات، وعلى راس هذه الطبقات الطبقه العليا. يجيني يسالني يقول لي مكونه من فين؟ اقول له مكونه من الملك ورجال الحكم والكهنه اللي هم رجال الدين. كمان كان عندهم الكاتب يتمتع بمكانه مرموقه زي بالظبط الكاتب المصري القديم. يعني الكاتب المصري القديم من كتر ما احنا بنحترمه حاطين صورته على 200 جنيه وهو قاعد. انت محترم او حاجه كبيره فنقعدك، ما ينفعش نسيبك وانت واقف، احنا بنديك احترامك. قال لي برضو الكاتب في حضاره بلاد العراق القديم كان له مكانه مرموقه يعني محترمه جدا. تمتع الكاتب بمكانه اجتماعيه مرموقه. طب حلو قوي. احنا كان عندنا اسره وعدد قليل، فالمشاكل بتاعتنا كانت قليله. لما بقول لي مع زياده عدد السكان، لما في نمو في السكان وعدد سكاننا زادت المشكلات، ولهذا ظهرت الحاجه الى عده قوانين. ما احنا محتاجين قوانين ليه يا مستر؟ قال لي لتنظيم المعاملات ما بيننا، عشان ننظم العلاقات والمعاملات بين الناس محتاجين قوانين. ما المشكلات زادت. النهارده مثلا انا عندي 2 3 فالمشكلات قليله، عندي 1 و2 و3 و4 فالسكان كتير قوي، في مشكلات كتير قوي. يبقى بقول لي مع نمو يعني زياده المجتمع في العراق القديم ظهرت الحاجه الى قوانين. بما تفسر ليه يا مستر محتاجين قوانين؟ اقول لك عشان تنظيم العلاقات والتعاملات ما بين السكان. ونتيجه لذلك تم اصدار اول قانون مدون يعني مسجل في العصر السومري من ايام السومريين، من اول حضاره خدناها صدر اول قانون مدون يعني مسجل في العصر السومري. هنا يقول لي بما تفسر اهميه اول قانون مسجل او مدون في العصر السومري. هو نص على ايه؟ هو اكد على ايه؟ قال لي اكد على حاجتين مهمين جدا. قال لي اول حاجه تحقيق العداله الاجتماعيه وكمان حمايه الضعفاء. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى عندنا عدل في المجتمع ونحمي الضعفاء. طب رقم 2 كان بيتكلم على تنظيم المعاملات التجاريه اللي هي تنظيم التجاره. يبقى بيقول لي عشان كده لما عددنا زاد احتاجنا قوانين، فاصدرنا مجموعه من القوانين. اول قانون تم اصداره في العصر السومري، صدر اول قانون مدون يعني مسجل يعني مكتوب في العصر السومري، والذي اكد على تحقيق العداله الاجتماعيه وحمايه الضعفاء. طب رقم 2 تنظيم المعاملات التجاريه يعني تنظيم البيع والشراء او التجاره. طب بعد كده قال لي ظهرت مجموعه من القوانين على يد واحد اسمه حمورابي. تفتكروا؟ لازم تفتكروا وتحفظوا، ده في عصر الدوله البابليه الاولى، بنسميها تشريعات حمورابي. هي مجموعه من القوانين بنسميها تشريعات. يبقى ظهرت عده قوانين بعد ذلك منها تشريعات حمورابي في عصر الدوله البابليه الاولى، التي هنا يقول لي بما تفسر برضو اهميتها ايه. قال لي نظمت مختلف جوانب الحياه، يعني نظمت كل شيء، الزراعه، الصناعه، التجاره، البيع. يبقى نظمت مختلف جوانب مين؟ الحياه. طب وكمان وكفلت حقوق المراه.
يعني جابت حقوق المرأة، تكلمت وتحدثت عن حقوق المرأة. يبقى أول حد يتكلم عن حقوق المرأة في حضارة بلاد العراق القديم هو مين؟ هو الملك حمورابي، اللي كان ملك أو أشهر ملوك عصر الدولة البابلية الأولى. اللي بعده يا صديقي هنتكلم على مين؟ هنتكلم على الحياة الاقتصادية اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة. نمسك الأول بقى مين؟ الزراعة. بص يا صديقي، مش أنا قلت لك إن الدولة دي أو الحضارات اللي قامت دي هي قامت كلها فين؟ ما بين نهري دجلة والفرات، والحرفة الأساسية بتاعتهم هي حرفة مين؟ حرفة الزراعة. فأكيد الناس دي هتهتم جدا جدا بالزراعة. طب ليه قامت زراعة هناك؟ لما نقول متفسر قيام الزراعة في حضارات بلاد العراق القديم، أقول له بسبب وفرة التربة الخصبة والمياه العذبة. عندي مياه عذبة في نهري دجلة والفرات، وعندي سهول جنب الأنهار، مساحات واسعة متساوية خصبة صالحة للزراعة، فعندنا زراعة. يبقى بكل بساطة قامت حضارات بلاد العراق القديم على الزراعة بسبب وفرة التربة الخصبة والمياه العذبة. طب الناس دي الشغلانة بتاعتهم الأساسية هي الزراعة، فانا طول ما كلنا بنشتغل في حرفه واحده هنهتم ولا لا؟ قال لي هنهتم جدا. فبقول لي دل على صحه العباره اهتم سكان بلاد العراق القديم بالزراعه. ايه انهم اهتموا؟ اقول لك هديك اجابتين. اول حاجه في انهم اهتموا جدا بتنظيم شؤون الزراعه والري واقاموا السدود. هم نظموا الزراعه ونظموا شؤون الري، اللي هو نسقي الارض الزراعيه ازاي، وننظم مثلا الري ونعمل سدود عشان نخزن الميه. طب رقم 2 يعملوا ايه يا صديقي في الزراعه؟ قال لي عملوا حاجة مهمة جدا جدا في الزراعة، ان هو تطوير ادوات حرث الارض وبذر البذور. يعني ايه كلمة حرث الارض؟ اللي هو الحرث، يعني تقليب التربة. يبقى عملوا حاجتين مهمين جدا. اهتم سكان بلاد العراق القديم اللي هم بلاد الرافدين، وعرفنا ليه سميناها بلاد الرافدين بالزراعة. الدليل؟ عملوا حاجتين، اهتموا بتنظيم شؤون الري والزراعة فعملوا السدود. ورقم 2 تطوير ادوات حرث الارض وبذر البذور. هم طور الادوات اللي بنحرث بها الارض، بنقلب بها الارض الزراعيه، وكمان بذر مين؟ بذر البذور. طب ايه المحاصيل اللي اتزرعت هناك؟ قال لي تنوعت المحاصيل الزراعيه، واهم المحاصيل القمح والشعير والنخيل بس. يبقى تنوعت المحاصيل الزراعيه ومنها القمح والشعير، كما عرفوا زراعه بقى مين؟ النخيل، اللي هو النخل يا صديقي. ده بالنسبه لمين؟ للزراعه. طب تعال نشوف الصناعه. قال العراقيين دول كانوا شاطرين قوي قوي في الصناعه. واستخدموا ايه في الصناعه؟ قال لي استخدموا حاجتين. اول حاجه المعادن، برعوا في استخدام المعادن. اديني دليل. قبل ما تديني دليل عايز اعرف ايه المعادن اللي استخدموها واستخدموها في ايه عشان يبقوا شاطرين. قال لي استخدموا المعادن زي الذهب والفضه والبرونز والنحاس. واستخدموها في ايه يا مستر ايمن؟ قال لي استخدموها في صناعه رقم 1 الحلي، الحاجات اللي بتلبسها الست عشان يبقى شكلها حلو، الحلي. وكمان عندنا ادوات الزراعه، مش هم شغالين في الزراعه فيستخدموا ادوات مين؟ ادوات الزراعه. طب وكمان عندنا في الاسلحه لان كان في حرب. يبقى بكل بساطه برعه يعني كانوا شاطرين العراقيين القدماء في استخدام المعادن. نعرف الاول المعادن اللي استخدموها. هيستخدموا المعادن زي النحاس والذهب والفضه والبرونز. طب استخدموها في ايه؟ قال لي في صناعه 3 حاجات، الحلي والاسلحه والادوات الزراعيه عشان بيزرعوا. طب ايه كمان؟ قال لي برعوا في صناعه الخزف والادوات المنزليه. اشرح لك يعني كلمه خزف عشان في ناس كتير قوي قوي مش عارفاها. الخزف ده بكل بساطه هو الفخار، اكيد عارف الفخار، بتبقى طينه اللي هو القله، نجيب الطينه وندخلها النار تحول لفخار، وبعد كده قال لي يتم دهنها، نطليها بماده زي ماده زجاجيه كده، وبعد ما ندلها الماده اللي عامله زي الزجاج نزخرفها، نرسم عليها، نحط عليها حاجات معينه، ده يبقى شكلها جميل، زي مثلا الفصل اللي عندنا يبقى شكلها جميل قوي، دي اسمها مين؟ الخزف. يبقى برعوا في استخدام المعادن وبرعوا في صناعه الخزف والادوات المنزليه. ده يا صديقي في مين؟ في الصناعه. تعال نشوف في التجاره. هل الناس دي بتتاجر؟ قال لي بتتاجر. تاجرت مع مين؟ وده يقول لي دل على صحه العباره ان العراقيين تاجروا وكان عندهم نشاط تجاري واسع. نقول له تاجروا مع مصر، وتاجروا مع الهند، وتاجروا مع بلاد الشام، وتاجروا مع دوله ايران اللي زمان كان اسمها بلاد فارس، ايران حاليا. بص معايا يا صديقي، يبقى اقامت حضارات بلاد العراق القديم علاقات تجاريه واسعه. اديني دليل انهم كانوا بيتاجروا مع ناس كتير قوي، حيث اقاموا علاقات مع مصر وبلاد فارس اللي هي ايران حاليا، والهند وبلاد مين؟ وبلاد الشام. طب في البدايه قال لي في البدايه كانوا بيتعاملوا بالمقايضه، خد قمح اديني ذره، خد مش عارف ذهب اديني فضه. لكن فيما بعد قال لي عملوا نقود من المعدن وخاصه من الذهب والفضه. استخدموا الذهب والفضه كنقود معدنيه زي الجنيه بتاعنا من الحديد او النحاس. يبقى في البدايه خالص كانت مقايضه في التبادل التجاري، ثم استخدموا فيما بعد الذهب والفضه كنقود مين؟ كنقود معدنيه يا صديقي. اللي بعد عندنا مين؟ الحياه الفكريه والعلميه. الفكره قال لي هم عرفوا الكتابه اسمها الكتابه المسماريه، وده يا صديقي جايه من كلمه المسمار، بس التعريف ده مش مقرر علينا.
ومين اللي عملها؟ قال لي اخترعها السومريون، اللي هم اول الشعوب التي سكنت حضارات بلاد العراق القديم. يبقى اول كتابه عندنا اسمها كتابه مين؟ الكتابه المسماريه، اخترعها السومريون. يقول لي ما تفسر هم ليه اخترعوا الكتابه المسماريه؟ قال لي تدوين الاحداث ونقلها عبر الاجيال. النهارده انا عايز اعرف الجيل اللي جاي بعد مني ان التمثال ده اللي عمله الملك رمسيس الثاني، زي ما المصريين القدماء كانوا كتبوا لنا على جدران المعابد والاهرامات. احنا عرفنا بعد منهم الاجيال اللي جت بعدهم، عرفنا ان اللي عمل ده رمسيس الثاني. هم عملوا نفس الفكره، عايزين يسجلوا ويدونوا وينقلوا الاخبار لمين؟ للاجيال اللي جايه بعدهم. يبقى عندنا الكتابه اسمها الكتابه المسماريه، اخترعها مين؟ السومريون، جاء من كلمه المسمار، بس مش مقرره علينا، كان مقرره السنه اللي فاتت. هي عباره عن رموز تشبه المسامير، ساعد ذلك على تدوين الاحداث ونقلها عبر الاجيال، نقلها للاجيال اللي بعدنا. ده بالنسبه للحياه الفكريه للكتابه، يبقى اخترعوا الكتابه. طب رقم 2 قال لي تركوا تراثا كبيرا جدا من الاساطير. يعني كلمه اساطير يعني قصص وهميه مش حقيقيه، وكمان عندنا تركوا قصص وتركوا شعر. الاساطير ده خلاص قلت لك عباره عن قصص وهميه. طب القصص ممكن تبقى حقيقيه وممكن تبقى خياليه وهميه. وكان عندنا مين؟ الشعر. ده كله بنسميه يا صديقي بنسميه الادب. يعني ايه كلمه ادب يا مستر؟ الادب ولا الاحترام؟ لا خالص، الادب مش الاحترام. الادب هو كل شيء الانسان بيكتبه بيعبر بيه عن مشاعره. يعني اكتب شعر، اكتب قصه قصيره، اكتب نثر، اي حاجه بعبر عن مشاعري بنسميه الادب. يبقى هم عملوا ايه؟ هم اخترعوا الكتابه وتركوا تراثا كبيرا جدا. ورقم 3 بيقول الامين برعوا العلوم. قال لي برع العراقيون القدماء في كثير من العلوم. هنتكلم عن كام علم؟ هنتكلم على 4. قال لي برعوا في الفلك وبرعوا في الحساب والهندسه والطب. عايزك تحفظ بس اسماء، تحفظ اسم الحساب واسم الهندسه واسم مين؟ الطب، وتركز لي قوي قوي على الفلك. وهنا يقول لي دل على صحه العباره، برع العراقيون القدماء في علم الفلك. اديني دليل هم كانوا شاطرين قوي. كلمه برع يعني كانوا شاطرين قوي. هديك بدل الدليل 2 ان هم عملوا ايه. قال لي اول حاجه رصدوا حركه النجوم والكواكب، هم عرفوا الحركه بتاعت النجوم والكواكب. طب وكمان قال لي وضعوا تقويما شمسيا وتقويما قمريا. يعني كلمه تقويم اللي هو التاريخ، زي عند تقويم ميلادي 2026 وعند تقويم هجري. عملوا تقويم يعتمد على الشمس وتقويم يعتمد على مين؟ على النجوم. يبقى بكل بساطه يا صديقي ده ابسط دليل على ان هم كانوا متقدمين وبارعين في علم الفلك، حيث برعوا في علم الفلك. والدليل على ذلك رصدوا حركه النجوم والكواكب، وفي نفس الوقت عشان تبقى ظاهره عملوا ايه؟ وضعوا تقويما شمسيا وقمريا. وكمان برعوا جنب الفلك في الحساب والهندسه، وكمان عندنا علم الطب. اللي بعده يا صديقي عندنا مين؟ رقم 6 العماره والفنون، يعني المباني اللي عملوها. قال لي بلغ الفن في حضارات بلاد العراق القديم، وركز قوي في الكلمتين اللي جايين دول، درجه كبيره من الرقي والتنوع. حاجه راقيه، حاجه جميله كده، وفي نفس الوقت مين؟ تنوع، مش حاجه واحده. طب اديني دليل. قال لي حيث ظهر ذلك فيه عملوا اختام، وعملوا مثلا منحوتات جداريه، وعملوا اسوار، وعملوا مدن، وعملوا قصور، وعملوا معابد، وزي ما قلت لك اختام وتماثيل. يبقى اكبر دليل على ذلك على مين؟ ده على التنوع. ده مش حاجه ولا 2 ولا 3 و4، ده في تنوع ورقي. يبقى بلغ الفن في حضارات بلاد العراق القديم درجه عاليه من الرقي والتنوع. اديني دليل حيث ظهر ذلك فيه تنوع، حاجات كتير قوي. قال التماثيل واختام ومنحوتات جداريه على جدران، وبناء القصور والبوابات والمعابد والاسوار وغيرها من المباني. هنتكلم عن حاجه واحده بس في العماره اللي هي الزاقورات. عايزين نعرف يعني ايه كلمه زاقورات. قال لي الزاقورات دي مفردها زاقوره، وده عباره عن هرم مدرج يبنى فوق منه معبد من الطوب الطيني. نقول كمان الزاقوره جمعها زاقورات. الزاقوره هو عباره عن هرم مين؟ هرم مدرج. بص الشكل ده مدرج. قال لي عباره عن هرم مدرج يبني عليه معبد من الطوب الطيني، في اخره من فوق نبني معبد من الطوب الطيني. يبقى الزاقوره اللي جمعها زاقورات هو عباره عن هرم مدرج يبنى عليه معبد من الطوب مين؟ الطيني. يعني ده الهرم والحته دي معبد من الطوب مين؟ الطيني. هنا يقول لي متفسر هو ليه العراقيين القدماء شيدوا الزاقورات؟ ليه بنوا الزاقورات؟ ليه عملوا هرم مدرج فوق منه معبد؟ اقول لك عشان 3 اسباب. طول ما في معبد يبقى علشان الصلاه، اقامه الشعائر الدينيه. يبقى برافو عليك، لاقامه الشعائر الدينيه او للصلاه. طب رقم 2 قال لي لتتويج الملك. النهارده الملك مات فهيجي ابنه ملك، هنلبسه التاج عشان يبقى هو الملك الجديد والناس تعرف، فنحط له التاج ده فين؟ في المعبد اللي هو الزاقورات. يبقى رقم 1 هو مهم في ايه؟ او ليه بنوه؟ علشان تتويج الملك، وعلشان اقامه الشعائر الدينيه نصلي فيه. ورقم 3 ليكون مكانا لتلقي العلم.
العراقيين القدماء كانوا يتم تعليمهم في مين؟ في الزقورات، اللي هو عباره عن هرم مدرج يبنى فوق منه معبد من الطوب الطيني. اللي بعده يا صديقي عندنا مين؟ النحت. قال العراقيين دول كانوا شاطرين جدا جدا في النحت، ونحتوا مين؟ التماثيل. قال لي نحتوا العديد من التماثيل، تماثيل كتير جدا، وهناخد مثال واحد بس اللي هو نحت التمثال الطور المجنح. عملوا سور مجنح بجناحات، السور المجنح. يبقى النحت، نحتوا التماثيل، نحت العراقيون الكثير من التماثيل بدقه ومهاره عاليه. زي تمثال مين؟ تمثال السور المجنح. ده عباره عن طور وشكله شكل انسان وليه جناحات، زي ما احنا عملنا الانسان الجسم جسم اسد والراس راس انسان. تمام؟ ابو الهول. يبقى هم عملوا حاجه اسمها تمثال السور المجنح، ويدل على تقدمهم ورقيهم وابداعهم في فن النحت. اللي بعده يا صديقي اخر جزئيه عندنا في الفيديو هي التواصل الحضاري بين الحضارات المصريه، الحضاره المصريه القديمه وكمان حضاره بلاد العراق القديم. بص يا صديقي، في اي حضاره هنتكلم عنها هناخد العلاقه والتواصل ما بين الحضاره دي والحضاره المصريه القديمه. هتقول لي يا مستر طب كان في تواصل ازاي ما بيننا؟ افكرك يا صديقي، مش لما اتكلمنا عن التجاره قلنا كان في اصلا تبادل تجاري ما بين مصر وبلاد العراق القديم، والنهارده في مجموعه من التجار جم عندنا من بلاد العراق القديم، فاحنا هنعرف اكلهم ايه وشربهم ايه ولبسهم ايه وبيفكروا ازاي وملابسهم عامله ازاي والعلوم اللي واصل لها لما بيتكلموا من خلالها، يبقى عرفت كل حاجه عنهم. نفس الفكره بالظبط لما مجموعه من عندنا تروح هناك فيعرفوا احنا بناكل ايه وبنشرب ايه وملابسنا ايه وبنتكلم ايه وثقافتنا عامله ازاي وطريقه كلامنا واللغه بتاعتنا اللي بنتكلمها او اللهجه. كل ده يا صديقي بيساعد على مين؟ على تعميق التبادل الثقافي. يبقى التجاره دي بتسهل او بتزود او بتعمق التبادل الثقافي. قال لي اسهمت العلاقات التجاريه اللي هي التجاره بين حضارتين في زي ما قلت لك في تعميق التبادل الثقافي بينهما. طب عايزين نعرف مظاهر ده ازاي؟ يعني هم العراقيين خدوا مننا ايه؟ تاثروا بينا ازاي؟ واحنا اتاثرنا بيهم ازاي؟ تاثروا بينا يعني ايه؟ خدوا ايه مننا؟ وتاثرنا بيهم يعني ايه؟ خدنا ايه منهم؟ والسؤالين يجيني يقول لي دل على صحه العباره. دل على صحه العباره تاثر المصريين القدماء بحضاره بلاد العراق القديم. يعني خدنا منهم ايه؟ اقول لك والله خدنا منهم 3 حاجات. اول حاجه استخدام الاختام. احنا كناش نعرف ان في حاجه اسمها ختم، خدنا منهم الاختام، استخدام الاختام. طب وكمان وعباده المعبود عشتار. قلت لك عشتار دي اتعبدت في مصر، كان في ناس في مصر بيعبدوها رغم ان هي في العراق، فخدنا منهم جزء ديني في عباده عشتار، وخدنا منهم استخدام مين؟ الاختام. وخدنا منهم الثالثه والاخيره نحت المعبودات المجنحه زي السور المجنح. يبقى حيث نقل المصريين يعني خد المصريين عنهم استخدام الاختام ونحت الحيوانات المجنحه اللي هو سور مجنح وعباده المعبود عشتار. طب قول لي يا مستر احنا هم خدوا مننا ايه؟ يبقى دول سهلين جدا، 3 اختام ومعبود عشتار ونحت الحيوانات المجنحه. طب عايز اعرف المصريين القدماء العراقيين تاثروا بيهم خدوا منهم ايه؟ خدوا من العراقيين. قال لي وخدوا برضو من 3 حاجات. اول حاجه الجزء الديني، قال لي تاثروا بفكره تعدد المعبودات وفكره البعث والخلود. هم ما كانش عندهم معبودات كتير عرفوها من المصريين ونقلوها عندهم وبيعبدوا اكتر من اله او معبود. يبقى رقم 1 تاثروا بفكره تعدد المعبودات والبعث والخلود عند المصريين القدماء، وده اسمه تاثر ديني. طب ايه كمان عندنا؟ قال لي نقلوا عن المصريون صناعه الخزف وزخارفه. اصنعه ازاي واخليه شكله جميل ازاي؟ يبقى نقلوا على المصريين، وده حاجه مين؟ جزء اقتصادي، تاثر اقتصادي. نقلوا على المصريين صناعه الخزف وزخارفه. طب رقم 2 خدوا مننا حاجه مهمه جدا في الهندسه وهي الهرم المدرج. مش قلت لك عندهم الزقورات عباره عن هرم مدرج بيبنوا فوق منه عباره عن مين؟ معبد. طب الهرم المدرج ده خدوه من فين؟ خدوه من المصريين. لما التجار جت شافت ان المصريين عندهم هرم اسمه هرم مدرج، طب ما احنا ممكن نعمله ونزود عليه من فوق حاجه اسمها الزقوره او المعبد. يبقى رقم 3 يا صديقي في تاثر حضارات بلاد العراق القديم بالحضاره المصريه القديمه بناء الزقورات على شكل الهرم المدرج، وده تاثر هندسي ومعماري. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول عندنا في الوحده الاولى. تنزل دلوقتي بعد اذنك لو عجبك الفيديو تعمل لنا سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، كمان تبعت لنا كومنت ولايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق دايما واشوفك باذن الله في فيديو جديد.